طبعا يا جماعه ظروف الحرب يعني ابعدتني من الابن المدلل. الابن المدلل الناس اللي بتسال يا اخي وين جناب ابو سفيان وين ولدك وين؟ الحمد لله الراجل بصحه تامه واموره طيبه، وابشرك على النجاح الباهر في الميديا. يا سلام يا اخي. فانت رجل مقاتل، لكن احنا شويه خليناك انحرفت من المسار وجبناك للاعلام. ادينا كلمتك. اي والله انا النغيب المتمرد على غاده وساسه وكيزان الجيش الفاسدين، النغيب سفيان محمد زين بريمه. التاريخ الليله الثلاثاء 8 اغسطس. والله طبعا انا ما عندي علاقه بالاعلام ده، انا زول فايتر خريج بتاع كليه حربيه، لكن طبعا زي ما بقولوا الجماعه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع للداهيه اخونا ود ملاح. انا طبعا الابن الشرعي له في الاعلام. طبعا انا اقتبست مواضيع الاعلام دي والتعاليم الجميله دي من اخونا ود ملاح. يعني انا درست في مدرسته بتاعت الاعلام، درست طوالي ميدانيا، ما قعدنا طوالي دخلنا الميدان. الله يوفقك. يعني ازل قناصين اللي بتضربوا فينا وشغلتنا دي كلها، والفضل ده بعد ربنا سبحانه وتعالى والله يرجع لاخونا ود ملاح يا اخي. موفق ان شاء الله. والله ان شاء الله. وطبعا بعناه في اللحظه الاخيره بقينا نجري برانا لانه هو ذاته بقى مشغول وكده. فالتحيه له يا اخي والله والاحترام له، وربنا اي طويل في عمره. والقضيه واحده، والله القضيه واحده ان شاء الله. وموفق والله. انا سعيد جدا جدا كونه انك نجحت النجاح الباهر ده واصبت الكيزان في الهدف. فباذن الله تعالى نحن قاعدين لكم بالمرصاد. نحن عندنا المقول اللي بيقولون على شنو؟ عينك فوقه تركب فوقه وتركب فوقه وظاهر الكيزان والغلاف جناب ابو سفيان. وبقولوا على قدر الصراخ يكون الالم. فنحن والله علمناهم الالم ما شاء الله، لانه شايفينهم بيصرخوا كثير في الميديا عننا وجاهزين لسه على زياده الالم. والله ان شاء الله موفق ان شاء الله. وان شاء الله بس انتوا ابقوا الصمود يا اشاوي قوات الدعم السريع، والنصر ان شاء الله قدام. النصر قريب. تحيه للسيد القائد قوات الدعم السريع ولكل الضباط محمد حمدان دقلو السيد الفريق اول، وان شاء الله منصورين يا. الله اكبر. يا اخونا ودنا يا حبيبي، يا خلي يديك العافيه يا خلي. يا امان الله. يا امان الله.